وقتل الناس يعني، وما أعلنوا هدف. قالوا بأنه هذا بيأكد أنه اليوم نحن يمكن يوم 17 أنه فشل ذريع للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. قالوا أولا نريد أن نعيد رئيس اللي بيفترضوا شرعي. طيب هي قاعد بالرياض هو وجماعته. اثنين، نريد أن نفرض على أنصار الله وعلى حلفائهم وعلى الجيش اليمني الاستسلام. طيب ما استسلموا الجماعة. يجب أن يخلوا الإدارات الدولة ويسلموا سلاحهم الثقيل والمتوسط. هلا يمكن نحن هون بهاي المنطقة يمكن في كتير شغلات ما بنعرفها عن اليمن، بس السعوديين بيعرفوا اليمن منيح. وأنا ضحكت يعني معلوماتي عن اليمن على قد حالي، إنه باليمن السلاح المتوسط والثقيل هو سلاح شخصي. يعني أنا ما بقول له سلاح الفردي خليه معك. القبائل باليمن عندها سلاح ثقيل وسلاح متوسط. شو أنا عم لهم جماعة بعد أنا فارض عليكم حرب وسلموا سلاح ثقيل والمتوسط، وأنا برأيي هذا في شيء من الغباء يعني. طيب ثلاثة أو أربعة قالوا إنه نحن بدنا بالأهداف نمنع احتلال إيران لليمن، وهذا تحصيل حاصل يعني، هذا هدف أصلا مو موجود يعني ليقولوا منعنا احتلال إيران لليمن. خمسة بالميداني قالوا نريد أن نمنع وصول الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى بعض المحافظات وإلى عدن. طيب هم وصلوا بعدن، المطار معهم، بالإذن من قناة العربية يعني، المطار معهم، الميناء معهم، المدينة بأغلبها معهم، المحافظات الجنوبية أغلبها معهم. شو عملتوا أنتم؟ حتى هذه اللحظة أنا أستطيع أن أتحدث من باب المعرفة، وأنه نحن عندنا كمان تجربة حرب تموز بلبنان، وواكبنا حروب الإسرائيليين على غزة، ونفهم بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. أنا تقييمي أنه ما حصل حتى الآن هو فشل ذريع للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. إذا منتابع الناطق الرسمي هذا اللي بيطلع بيحكي كل يوم بيقدم إيجاز عن تطورات المعركة، المسكين يعني محرج عم بده يفتش على إنجاز، إنه والله في قوة كانت ما بعرف وين متجهة إلى عدن ضربناها. هذا مش إنجاز، هذا تفصيل. بالنهاية أنت عامل حرب، بالحرب بيسقط شهداء، بتدمر آليات، نقتل، هذا الحرب طبيعي. احكيني بالإنجاز العسكري اللي له بعد عسكري كبير أو له بعد سياسي. هم ما عملوا ولا أي إنجاز حتى الآن، بل بالعكس. أنا بقول لك شو إنجازات العدوان السعودي حتى الآن. على الإنجاز الأول أنه جعلوا الغالبية الساحقة من الشعب اليمني ضد السعودية بالمطلق. طيب أمتى كان اليمن يطلع فيه مئات الآلاف أو الملايين ويقولوا الموت لآل سعود؟ بالمناسبة آل سعود ما بيتحملوا حدا يحكي عليهم، يعني هم بيدفعوا فلوس، العالم كلها تتشتم ما عليه شيء، بس إذا قناة تلفزيونية أو جريدة أو خطيب أو سياسي أو كاتب بيحكي كلمة على آل سعود بيمسحوا الأرض فيه بالتعبير اللبناني. طيب يطلع الملايين في اليمن الآن يقولوا الموت لآل سعود. هذه خسارة استراتيجية فادحة بالنسبة لآل سعود في اليمن. اثنين، هناك استنفار يمني هائل وتعبئة يمنية هائلة بنشوفها على شاشات التلفزة، لأنه عم بيحاولوا يمنعوا هذا الموضوع أنه يبين بالقبائل وبالمدن وبالمحافظات وبالناس. وستزداد هذه التعبئة وهذا الاستنفار الشعبي بسبب جرائم التي يرتكبها هذا العدوان بحق الشعب اليمني. طيب هاي النتيجة الثانية، هاي من إنجازات العدوان. من إنجازات العدوان أنه لا، اليوم في مطالبة حتى الآن القيادة التي تدير المعركة في اليمن ما أخذت قرار لا تسكر باب المندب، وهي بتقدر تسكر وقت اللي بدها 20 كيلومتر، يعني قصة إغلاق باب المندب بإيدهم هذا، ولا وبتقدر تضرب أهداف عسكرية في داخل الأراضي السعودية بالصواريخ وهي تقدر على ذلك، وبتقدر أن تفوت أيضا إلى داخل الأراضي السعودية. ولكن القيادة اليمنية أهل البلد اللي هم عم بيديروا هاي المعركة لم يلجأوا لأي خطوة من هذا النوع حتى الآن، لكن قد يلجأوا لخطوات من هذا النوع في المستقبل، أنا لا أدري. هذا له علاقة بتطورات الحرب والمعركة. الأهم هون أنه نعم هناك مطالبات شعبية ضخمة جدا بالرد، سواء كان رد له طابع صاروخي أو رد له دخول. والآن في خطاب عريض وطويل في اليمن عم يحكي عن المحافظات اليمنية اللي هي يمنية، ولكن قام آل سعود باقتطاعها من اليمن وضمها إلى المملكة.
الإدارة المعركة في السعودية، أنا سمعت خبر، لا أكيد مش أكيد ما بعرف، أنه ما يقارب 90 بلدة وقرية حدودية تم إخلاءها، وحتى قيل أنه تم هدم البيوت فيها خشية من دخول اليمنيين إليها. الآن يوجد مطالبة شعبية يمنية بأنه خلينا نفوت على السعودية. القيادة حتى الآن لم تقرر شيئا من هذا. يعني حبيت أن ألفت لهذا الموضوع. من الإنجازات العظيمة للعدوان هو دعم داعش ودعم القاعدة، مع العلم أن القاعدة وداعش حقا يشكلون خطرا على السعودية وعلى كل دول الخليج، وشفنا من العراق شو صار. لكن هم لما بيعموا ما بيعودوا قاشعين قدامهم. يعني أنت قدامك عندك باليمن عندك داعش والقاعدة، وعندك الجيش اليمني، وعندك أنصار الله، وعندك قوى سياسية أخرى صديقة حليفة للسعودية، ما اختلفنا. لكن هؤلاء الذين تقاتلونهم الآن هم كانوا جاهزين يتفاوضوا معكم، يتحاوروا معكم، يتفقوا معكم قبل أن تشن الحرب عليهم، وهم ما زالوا الآن أيضا جاهزين لأن يذهبوا إلى حوار يمني في دولة محايدة. لكن القاعدة وداعش يشكل تهديد لليمن ولكل دول الخليج وحكومات الخليج وملوك وأمراء وشيوخ وشعوب الخليج. لكن العمل وين وصل؟ من شان يضرب أنصار الله ويضرب الجيش اليمني، هو بيحمي القاعدة وبيحمي داعش في اليمن، بل أكثر من ذلك بنزل لهم سلاح بالطائرات. طيب هذا إنجاز، هذا على خلاف المصالح السعودية. لذلك أنا تقديري أنه في جانبين، في الجانب الإنساني مؤلم جدا ولازم يتضوى عليه، يعني مسؤولية كل إنسان أنه يضوى عليه، المجازر والقصف والعدوان وضرب البنية التحتية، تدمير الجيش